مين ما بيحبش افلام الرعب؟ بعيد عن ان في ناس ما بتحبش تشوفها لوحدها، بس في ناس برضو وانا منهم بيحبوا يشوفوهم مع اصحابهم ويشوفوا مين هيخاف اكتر وكده. بيبقى موضوع تحدي. فتعال بقى اقول لك اهم 10 افلام رعب لازم تشوفهم في 2024. اول فيلم معانا ذا اورفنيج، ورب اكون قلت الاسم صح لان في ناس كتير في الكومنتات لما بقول حاجه بالانجليزي غلط بيجي معاهم ان هم مواليد نيويورك. بس ما علينا، ونروح لقصه الفيلم. ده فيلم بيحكي عن واحده كانت عايشه في دار ايتام وهي طفله، ولما كبرت واتجوزت كان دار الايتام ده اتقفل، وجوزها كان غني جدا فعرضت عليه تشتري المكان وينقلوا هم والعيله كلهم هناك ويعيشوا هناك وترجع تعيش ذكريات طفولها من تاني، بس المره دي مع عيلتها. لحد هنا وكل حاجة تمام، بس مرة واحدة ابنها بقى يختفي كتير وبقى يتعامل مع ناس هو بس اللي بيشوفهم. ايه بقى الموضوع ده؟ لازم تروح تشوفه في الفيلم بنفسك. تاني فيلم معانا بقى هو كام بلاي. صح، قبل ما اتكلم عن قصة الفيلم، مش كل الافلام دي انتاج 2024، في حاجات منها قديمة شوية بس السنة دي واخدة تقييم عالي. فيلم كام بلاي بقى ده بيحكي عن ايه؟ بيحكي عن طفل وحيد وما عندهوش صحاب، فعمل زيه زي اي طفل الايام دي، بيفضل ماسك التليفون 24 ساعة وبيخلص باقة النت وبتضطر تروح تشحنها كل يومين. موضوع بيضايقني لا مؤاخذة، لحد ما بسبب التليفون رصدوا كيان سفلي، والكيان ده بدأ في استعماله. يا ترى حصل معاه ايه بقى؟ هتعرف برضو لما تشوف الفيلم. الفيلم التالت معانا سينستر، والفيلم بيحكي عن واحد بيحب يكتب قصص وكتب عن الجرائم، والشخص ده اسمه أليسون أوزوالد، واخر كتاب كتبه في 10 سنين ما عملش مبيعات اللي هو كان متخيلها والكتاب فشل، فبدأ يدور على فكرة بره الصندوق وما تكونش معمولة قبل كده وتنزل تكسر الدنيا وتعمل مبيعات كتير، علشان كان قرب يفلس. وبالصدفة طلع له فيلم على النت، وباين في الفيلم ده ان في حاجات غلط بتحصل، وكان باين برضو ان في ناس بتختفي من الفيلم ده وبدون اي اسباب. فقرر يدور على البيت اللي في الفيلم ده وينقل فيه هو واسرته ويعيشوا هناك، وبعد فترة مش كبيرة يكتشف ان البيت ده فيه قوة خارقة للطبيعة، او بمعنى اصح في عفاريت. يا ترى بقى اتصرف ازاي وانقذ عيلته ولا فضل مكمل عشان يكتب الكتاب؟ هتعرف ده برضو لما تشوف الفيلم. الفيلم الرابع بقى معانا اسمه ذا رينج، يعني الخاتم. الحكاية بتدور عن في الفيلم اي حد بيشوفه بيموت بعد 7 ايام، وكعادة اي فيلم رعب لازم يكون في حد متخلف، فالبطلة هنا قررت ان هي تشوف الفيلم اللي الناس بتموت بعديه ب7 ايام ده، وقالت خلال ال7 ايام دول انا هحل اللغز ومش هموت. فيا ترى حلت اللغز ولا ماتت؟ هتعرف لما تشوف الفيلم. الفيلم الخامس معانا Evil Dead Rise، والفيلم ده اصلا انا دخلته سينما، والفيلم جامد جامد جامد. بيحكي عن ايه بقى؟ عيلة محبوسة في عمارة، في الدور الكام بالظبط مش جايبين، هما نفسهم ما قالوش في الفيلم. والعيلة على ما اتذكر كانت 3 اطفال وامهم، 2 بنات وولد. والولد وهو قاعد بيدعبس في الشقة لقى كتاب امه كانت محذراه ان محدش يفتحه، وكعادة اي فيلم رعب لازم يكون في حد حشري، ففتح الكتاب وقعد يقرا فيه شويه، وبعد ما قرا منه شويه عرف ان الكتاب ده بيحضر عفاريت. وفعلا حضرت روح في المكان ولبست امهم نفسها، وامهم بقت عماله تقتل فيهم طول الفيلم، واي حد بيجي لهم كان امهم بتخلص عليه. ايه اللي حصل بقى بالظبط وفكوا اللعنه دي ولا ماتوا كلهم؟ هتعرف برضو لما تشوف الفيلم. الفيلم السادس معانا بقى سويتبل فليش، تقريبا الاسم صح، يا رب ما يكونش غلط عشان الناس برضو مواليد حواري نيويورك. الفيلم ده بقى بيحكي عن دكتورة نفسية قررت تقرب اكتر من مريضة عندها انفصام في الشخصية، يعني عايشة بكذا شخصية، او بمعنى اصح هي كانت مشخصاها كده، لكن مش دي حقيقتها. ايه بقى حقيقتها؟ هتعرف برضو لما تشوف الفيلم. الفيلم السابع معانا ثانكس جيفينج، وده عيد معروف عند الاجانب بياكلوا فيه تقريبا ديك رومي. المهم بيحكي عن قصه راجل مجنون في ولايه في امريكا اسمها ماساتشوستس
ماساتشوستس ماساتشوستس. المهم الاسم هيطلع لك على الشاشه، والراجل بقى ده كل فتره يقتل حد من الولايه دي اللي انت عارف اسمها وانا مش عارف اقوله، لحد ما الناس بقت تخاف تمشي في الشوارع منه. ايه بقى تفاصيل القصه دي بالظبط وعملوا معاه ايه؟ لان دي قصه حقيقيه، خلي بالك. شوف الفيلم وانت تعرف برضه. الفيلم الثامن معانا No One Will Save You، يعني محدش هينقذك. باختصار الفيلم بيتكلم عن غزو فضائي للأرض، وكعادة أغلب الأفلام اللي كده الفضائيين مختارين بيت شخص معين وقرروا يبدأوا من عنده، وأكيد الشخص المعين ده هو بطل القصة. يا ترى حصل إيه بالظبط بقى؟ برضو شوف الفيديو عشان تعرف. الفيلم التاسع معانا وقبل الأخير بريبتراتور، تقريبا الاسم كده يعني هيطلع لك كده، وهو فيلم بيحكي عن بنت في سن المراهقة كانت بتزور حد من قرايبها واتقرا عليها تعويذة شقلبت حياتها ازاي بقى؟ برضو شوف الفيلم وانت تعرف. آخر فيلم معانا بقى وهو سو إكس، وأكيد عارف سلسلة سو الشهيرة إن كلها تعذيب وناس بتتقطع، فده جزء من أجزائه المتخلفة كالعادة. بس السلسلة دي من تخلفها والرعب اللي فيها تبقى عايز تقعد تشوفها للآخر عشان تعرف ايه اللي هيحصل. وأنا أصلا هخلص الفيديو ده وهروح أتفرج عليها، لأن ما كنتش أعرف إن الجزء ده نزل غير وأنا بجهز الفيديو اللي أنت بتشوفه دلوقتي ده. فقول لي بقى أنت شفت أنهي فيلم من الأفلام اللي أنا قلت لك عليها دلوقتي دي، وأنهي فيلم فيهم من اللي شفته عجبك، وأنهي اللي هتروح تشوفه بسبب الفيديو ده. قول لي بقى في الكومنتات، وما تنساش اللايك وتشترك وتفعل الجرس. وبس يا زميلي كده الفيديو بقى خلص. سلام.